يا ترى ليه الراجل بيتجاهل؟ والمفروض هنا تعملي ايه؟ ايه هي الاسباب اللي بتخلي الراجل انه يتجاهل؟ ويا ترى بيفكر في ايه وقتها؟ حاجات كتيرة جدا هتعرفيها في المقطع ده عن تجاهل الرجل للمرأة بشكل عام، سواء بقى كان معجب بيها او بيحبها. والموضوع بقى هيكون مهم بالنسبة لك جدا لو الراجل ده هيكون ان شاء الله شريك حياتك. لازم نعرف ان التجاهل في الغالب كده بيكون ليه اسباب، وبيتعمد الراجل بقى اللي بيتجاهلك ده انه يظهره. ممكن نقول كنوع من رد الفعل مش اكتر، او ممكن نقول كمان ان كنوع من جذب الانتباه. وفي بعض الاحيان التجاهل ده بيكون حقيقي، يعني بيتعمد هنا التجاهل عشان يوصل ليكي مثلا رسالة معينة وبدون اي كلام منه. مهم جدا كمان انك تعرفي تجاهل الراجل بيكون ليه جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. الايجابي بقى لما بيتجاهلك تجاهل كده بيكون مؤقت مش طول الوقت، وده طبعا لانه بيحبك وبيقدرك، فما بيقدرش بقى انه يطول في التجاهل. وفي نفس الوقت ما ينفعش انه يقول لك كلمه بحبك، انه ما ينفعش يصرح لك بحب. يعني تحس كده ان مشاعر عكسيه، اللي بيظهره غير اللي جواه على شكل تجاهل. الجانب السلبي كمان هو ممكن يكون الراجل ده متغاظ منك جدا، مشاعره مش كويسه تجاهك، بيكرهك بالبلدي كده، وانه بيعندك لان ما عندوش مرونه في انه يعرف انه يتعامل معاكي، فبيظهر لك التجاهل ده. بيتجاهلك كمان لو في طرف ثالث دخل ما بينكم، والطرف ده انت اللي دخلتيه، وابتدى الطرف ده بقى مع الاسف انه يتكلم عليكي بشكل مش كويس، فطبيعي جدا بيكون رد فعله انه يتجاهلك. بس هو المفروض انه ينورك ويتكلم معاكي ويفهمك الخطأ اللي وقعتي فيه، او يحذرك من الشخصيه دي بدل ما يتجاهل. تجاهلك الراجل كمان لو عملت شيء ما بيحبوش. تعالوا نعرف كده 3 اسباب بتخلي الراجل انه يتجاهلك. اول سبب هنا يكون خطأ منك، انك بتغضبي على طول منه، يعني انك تعلني غضبك عليه، تتخانقي معاه بقى وتزعقي والكلام ده. فمهم جدا انك لازم تتحكمي في اعصابك، حتى بقى لو شفتي حاجات بتضايقك، وتكوني هادية جدا. مهم جدا المرونة في التعامل معاه. رقم 2 او السبب الثاني هنا كمان انك تفترضي حسن النوايا، دايما تفرضي حسن النية. بلاش لما يتجاهلك تسيء الظن بيه، لان باللي بتعمليه ده مش هتحل اي مشكلة، بل بالعكس هتزوديها. فكري في الاسباب اللي خليته انه يتجاهلك وحاولي تحليها معاه، افضل من انك تسيء الظن بيه. افترضي مثلا ضغوط بسبب شغله او دراسته او الكلام ده، او مشكلة عائلية بيمر بيها الى اخره. يعني السبب الثالث بقى والمهم، لما الراجل يتجاهلك اهتمي انت بيه، اظهري اهتمامك وحبك ليه، طبعا مش بالكلام، بالمواقف والافعال. يعني خليكي بقى انك تكوني سند ليه بعد ربنا، اسالي عليه، خليه يحس كمان باحترامك وتقديرك ليه، وخدي رايه كمان في بعض الامور اللي تخصك. الحاجات دي كفيله بانها تخليه او تجبره انه يبادرك بنفس الاهتمام. سبب كمان ممكن نضيفه لانه مهم جدا، بلاش اللوم والعتاب، اسمعي مبرراته واديله مساحته في الكلام، واعرفي وجهه نظره واسبابها، وعيش فتاخدي موقف فتندمي بعدين. يعني بلاش انك تفترضي وتفسري حاجات مش موجودة اساسا. واخر حاجة ومهمة كمان، انك تفكري هتتعاملي مع الشخصية دي ازاي دلوقتي وبعدين. يعني الراجل مثلا لما تحترميه اكيد هيحترمك. الراجل كمان ما بيحبش الانسانة اللي ما بتقدروش او ما بتعملوش اي اعتبار. يعني ممكن تقولي عليها كده المعاملة بالمثل، زي ما هتعامليه هتلاقي المعاملة دي، سواء كانت بقى كويسة أو وحشة. كده عرفنا الراجل بيتجاهل ليه. يا ترى بقى متفقين معايا في الكلام اللي قلته ولا لأ؟